من يملك السماء يملك الأرض، ونحن نملك السماء ولا بد من ضربة موجعة للمصريين. الكلمات دي اللي قالها رئيس شعبة العمليات الصهيوني عزرا وايزمان، الأب الروحي لسلاح الجو الصهيوني، والجملة دي قالها بعد نكسة 67. فكانوا لابد من قطع الذراع الطولة لإسرائيل عن طريق ان احنا نبني حائط صواريخ يحمي سماء مصر من طيران العدو. وفي الحلقة دي بقى هنتكلم عن ملحمة إنشاء حائط الصواريخ المصري وأسبوع تساقط الفانتوم. فركز معايا كده عزيزي المشاهد ونتقابل بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نكسة 67 أدرك رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق عبد المنعم رياض إنه يستحيل منازعة إسرائيل في السماء لعدم توافر الردع المناسب، والحل هيكون من خلال صواريخ الدفاع الجوي. واللي أيده في الكلام ده القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد فوزي والرئيس جمال عبد الناصر. فاستدعى الرئيس جمال عبد الناصر الفريق محمد علي فهمي وأسند له مهمة وضع تصور لمنظومة دفاع جوي لمصر. وفي 1 فبراير سنة 1968 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القرار رقم 199 بإنشاء قيادة جديدة تكون فرع مستقل للقوات المسلحة يطلق عليها قيادة الدفاع الجوي، وتكون سلاح مستقل. طبعا هتسألني وتقول لي طب وقبل التاريخ ده كان فين الدفاع الجوي لمصر؟ هقول لك عزيزي المشاهد ان كانت وحداته متفرقة على كل أسلحة الجيش. يعني مثلا المدفعية والصواريخ كانت تحت إدارة المدفعية، ووحدات الرادارات والإنذار ومركز العمليات كانت بتتبع القوات الجوية، ونظام المراقبة بالنظر كان بيتبع حرس الحدود. فبعد 1 فبراير سنة 1968 اتوحدت الأسلحة دي تحت قيادة الدفاع الجوي المصري، وأصبح فرع رابع من أفرع القوات المسلحة، القوات البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي. وفي 23 يونيو سنة 1969 تولى اللواء محمد علي فهمي أول قيادة لقوات الدفاع الجوي، وبدأ التفكير سنة 68 في إرسال بطاريات صواريخ للجبهة لحماية القوات الموجودة في الجبهة من الهجمات المتكررة لسلاح الطيران الإسرائيلي وتقليل طلعاته. وبدأوا في إرسال بعض بطاريات الدفاع الجوي واللي كانت مكونة من صواريخ سام 2، ولكن ما كانتش بتقدر برضه تجابه الطيران الإسرائيلي، لأن كان أقل مدى ليها هو التعامل مع الطيران على ارتفاع 300 متر. فالطيران الإسرائيلي كان بيطير على ارتفاعات منخفضة، فكان بيقدر يتلاشى رادارات الصواريخ دي، فكانت موجودة أحيانا زي عدمها. فبدأنا نطلب من السوفييت تطوير للصواريخ دي. ففي الأول قالوا لنا ما عندناش الصواريخ دي، ولكن بعد ضغط من الرئيس جمال عبد الناصر على السوفييت وعلى الخبراء السوفييت اللي عندنا بدأت تستجيب موسكو، وبالفعل بدأوا يرفعوا كفاءة صواريخنا ويزودوا عددها كمان. وبدأنا ناخد رادارات متطورة من طراز بي 12 واللي بتقدر تكشف مدى أكبر ونطاق أوسع، غير كمان إن هي كانت بتقدر تشوف الطيران اللي بيطير على ارتفاعات منخفضة نسبيا كمان. وبدأ يتكون شبكات من صواريخ الدفاع الجوي متكونة من كتايب عشان تكون نسق أول على الجبهة. لكن السؤال اللي كان بيحير القيادة هو إننا هندخل الصواريخ دي إزاي؟ لأن الاستطلاع كان شبه يومي من القوات الإسرائيلية، فكانوا بيقدروا يرصدوا أي حركة غريبة في الجبهة المصرية. وأول ما طيران الاستطلاع بيرصد أي موقع بيتجهز للدفاع الجوي على طول كانوا بيبلغوا القيادة، فبتبعت طيارات مقاتلة تدك الموقع باللي فيه. أحيانا كانت مواقع الدفاع الجوي بتتضرب والخرسانة لسه ما نشفتش، وفضل الوضع على كده من سنة 68 لسنة 69. أي رادار بيتحط بينضرب، أي موقع أو إنشاء هندسي لصواريخ الدفاع الجوي بتنضرب، بما فيها عمال البناء المدنيين. مات حوالي 6000 عامل عزيزي المشاهد. فثبت إن الخطة دي فاشلة ومش هتحقق أي نتيجة، فبالتالي بدأوا يدوروا على خطة بديلة. والخطة الثانية هي إننا هنخش الجبهة عن طريق اسلوب الكماين، واللي اول من طبقها الكتيبه 416 واللي كان قائدها المقدم عادل حسنين. ونظام الكماين كان كالتالي: هي اننا بنقسم الكتيبه لمجموعه من السرايا، فالسريه دي تخش تحتل منطقه معينه وتشغل صواريخها وراداراتها، فبالتالي بتحمي حيز معين، والجزء ده بيبقى طافي راداراته، لكن الجزء الاكبر من الكتيبه بيبقى فاتح رادارات. فاول ما بيلقطوا ان في طيران اسرائيل جاي فبيبلغوا السريه دي اللي بتكون طافيه راداراتها، فبالتالي الطيران الاسرائيلي بيعرف ان مفيش حاجه هنا، لان الطيران
الطيران والرادارات بيعرفوا بعض من خلال الومضات اللي بترسلها سواء اجهزه الرادار على الارض او الطيران. فبالتالي الطيران الاسرائيلي بيجي ما يبقاش عاطي اخوان، فبتروح السريه دي فاتحه على طول الرادارات بتاعها وموجهه الصواريخ وموقعه طيران وترجع تنسحب تاني. وبالخطه دي قدرت الكتيبه 416 حوالي 6 طيارات، بس برضو القياده لقت ان ده مش الحل الامثل، فاتجمعت القياده ولقت حل اخر. وقبل ما نقول الحل ده عزيزي المشاهد ما تنساش تنزل تعمل الحلقه لايك، ولو انت لسه مش مشترك على القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش شعار حلقتنا اللي بيقول من فات قديم وتاه، واللي ملوش ماضي ملوش حاضر. ونخش بقى على الخطه الثالثه، والخطه الثالثه كانت عباره عن اسلوب الوثبات. طبعا عزيزي المشاهد هتسالني وتقول لي يعني ايه اسلوب الوثبات؟ وهي اننا نطلع كتيبه تحتل مكان معين بشكل مفاجئ وبتجهيزات ميدانيه خفيف، وتبدا تستعد للاشتباك في اي وقت. تيجي من ورا منها كتيبه ثانيه تخش في حماها او في المظله بتاعه الدفاع الجوي بتاعها، على اخر المظله تروح مرتكز. فاصبح ان في كتيبه كانت بتحمي منطقه، فجت كتيبه ثانيه جت على حدود مظله الدفاع الجوي واتمركزت، وتيجي برده كتيبه من ورا وتحتل مكان ثاني، وهكذا. هو ده نظام الوثبات. وده كله كان بيحصل عزيزي المشاهد تحت قصف شبه يومي من طيارات العدو، واللي من فجرهم كانوا بيبعتوا طيارينهم اللي بيتدربوا في كليه الطيران الجويه عندهم يتدربوا على الجبهه عندنا وعلى جنودنا. وبعد ما نجحت خطه الوثبات اتجمعت القياده العامه للقوات المسلحه وحطت الخطه امل، واللي كانت عباره عن ايه؟ وكانت بتقول اننا هنتحرك بقوات النسق الاول شرق القاهره ونحتله عند منطقه الهايك ستيب. والكلام ده كان في يوم 28/6 سنه 1970. وكانت قوات النسق الاول دي مكونه من صواريخ سام 3 اللي بعتها لنا الاتحاد السوفيتي فيما بعد. وفي فجر يوم 30/6 تحركت قوات من القاهره تحت مظله قوات النسق الاول وكونت النسق الثاني. وفي نفس اليوم اللي هو 30/6 الساعه 10:30 الصبح بدا طيران الاستطلاع الاسرائيلي يصور الجبهه ويرصد قواتنا، وبداوا يتجهوا اكتر ناحيه القاهره عشان يصوروا الاماكن. واول ما بداوا يتحركوا ويقربوا الكتيبه 416 اطلقت صواريخ دفاع جوي عليه. فهنا ادركوا الكارثه بقى، لكن قدروا يعملوا مناورات ومفيش اي طيران منهم اتصاب، وراحوا راجعين لقواعدهم وبلغوا القياده العامه لاصلاح الطيران الاسرائيلي. وكان في المعتاد ان لو حصل اي حاجه كان طيران الاستطلاع اول ما بيوصل بيبلغ، وفي حدود حوالي نص ساعه او ساعه يبداوا يبعتوا الطيران المقاتل عشان يدكوا المناطق. ولكن في اليوم ده الطيران المقاتل اتاخر اكتر من 6 ساعات، وبعد 6 ساعات ظهر في السماء 24 طياره من طراز سكاي هوك وفانتوم، وبدا على طول يشتبك الطيران الفانتوم والسكاي هوك بصواريخ الدفاع الجوي المصريه. وقدرت صواريخ الدفاع الجوي تسقط 8 طيارات واثرنا 7 طيارين، ودي كانت اول مره الطيران الفانتوم والسكاي هوك يتم اسقاطه. والسبع طيارين اللي اتاثروا دول عزيزي المشاهد كانوا من طيارين النخبه عنده، فكانت ضربه توجع. وبالمناسبه اصبح يوم 30/6 هو عيد قوات الدفاع الجوي، وفي يوم 4 يوليو يعود العدو الصهيوني الغارات بتاعته دي فيتم اسقاط طياره فانتوم، وبعدها بيوم طياره سكاي هوك وفانتوم. وفضلت الغارات مستمره لحد يوم 7 يوليو. اسقطنا في الاسبوع ده 34 طياره من طراز سكاي هوك وفانتوم، والرقم ده لو تعلمون عظيم، لان الطيارات اللي كانت بتقع دي ما كانتش مجرد طيارات، واحنا كنا في زمن الحرب البارده، فمعنى ذلك ان الصواريخ السوفيتيه انتصرت على الطيران الفانتوم الامريكي، يعني انتصار في احد جولات الحرب البارده من السوفيت على الامريكان، فما كانتش مجرد طيارات. فعشان كده قلت لك الرقم ده لو تعلمون عظيم. وفي ملحوظه برضو عزيزي المشاهد كانت بتتم اثناء خطه الوثبات، وهو اننا كنا بنحط مواقع هيكليه ونفتح فيها رادارات بحيث ان احنا نضلل الطيران الصهيوني. هتقول لي ازاي؟ هقول لك يبقى في موقع هيكلي فيه رادار بس شغال، فطبعا الطيران الاسرائيلي بيلقط الرادار، فبالتالي بيعرف ان في بطاريه دفاع جوي هنا. وطبعا الموقع ما بيبقاش فيه الا رادار بس، وبيبقى جنب منه كتيبه حقيقيه كتيبه دفاع جوي، وبتكون طافيه راداراتها عشان الطيران الاسرائيلي ما يقدرش يكتشفها. فاول ما بيقربوا بالرادار الهيكلي على طول الكتيبه الاصليه تفتح راداراتها وتشتبك مع الطيران. كنا بنحاربهم بالمثل المصري الشهير اللي بيقول امك في العشه ولا طار. وكالعاده جولدا مائير تروح تعيط لماما امريكا، فالرئيس الامريكي نيكسون هو اسم على مسمى على فكره، مش هوضح اكتر من كده، قال لها ما تعيطيش واحنا هنبعت لك 75 طياره فانتوم بدل اللي اتدمروا في الحرب. وبالفعل بعتوا 75 طياره. وبما اني قلت لك ان السلاح الروسي انتصر على السلاح الامريكي، فكان لابد من تدخل امريكي لوقف المهزله اللي بتحصل. فمن هنا اعلن الرئيس نيكسون او وزير خارجيته روجرز، وكانت عباره عن مبادره اسمها مبادره روجرز نسبه لوزير خارجيه امريكا، وهي عباره عن وقف اطلاق النار ما بين الجانب المصري والجانب الصهيوني 90 يوم. وبالمناسبه مبادره روجرز هتكون عنوان حلقتنا الجايه، فمش هحرقها لكم في الحلقات. وكانت المبادره برضو كانت ظالمه للمصريين، لان كانت المبادره بتشترط ان مفيش اي صواريخ تخش الجبهه في اثناء وقف اطلاق النار،
يعني الجبهه تتصور ويشوفوا القوات اللي فيها ويحصوها وتفضل زي ما هي مده ال3 شهور، وخصوصا بطاريات الدفاع الجوي. ولكن كان قبل المبادره لابد من دخول 52 كتيبه للجبهه، وكانت الكتائب اللي هتخش دي من صواريخ سام 2 وسام 3، والكلام ده كان لابد انه يتم قبل يوم المبادره، والمبادره كانت هتبدا الساعه 1 صباح يوم 8 اغسطس سنه 1970. يوم 7 اغسطس الصبح ما كناش لسه دخلنا ال 52 كتيبه دول، وبكل القوانين العسكريه كان مستحيل يحصل الحركه دي، اننا نقدر ننقل 52 كتيبه مره واحده بدون علم الجانب الاسرائيلي. لكن مع خير اجناد الارض مفيش مستحيل، وقدرنا في خلال 6 ساعات ندخل ال 52 كتيبه دول الجبهه. معرفش اشمعنى ال6 ساعات اللي دايما بتحصل ما بين مصر واسرائيل، قدرنا ندخل 52 كتيبه في 6 ساعات، وقدرنا ندمر اسطوره خط بارليف الذي لا يقهر برضه في 6 ساعات. فرقم 6 عزيزي المشاهد وشه حلو علينا، ولكن من ذكائنا ما كناش هنقدر ندخل ال 52 مره واحده، فدخلنا 40 كتيبه فعليه و12 كتيبه هيكليه. ومع وقف اطلاق النار طبعا الجبهه هتفضل مستقر، فالعدو عرف ان في 52 كتيبه دخل، ولكن بعد كده قدرنا نبدل ال 12 كتيبه الهيكليه دي بفعلا كتائب حقيقيه، وقدرنا ننظم ونقفل ثغرات الدفاع الجوي عندنا على الجبهه في اثناء وقف اطلاق النار. عشان كده اصلا كان الرئيس عبد الناصر طالب وقف اطلاق النار، او ما طلبش، هو وافق بعد كده عشان نبدا ننظم قواتنا وننظم قوات الدفاع الجوي. حتى منظمه التحرير الفلسطينيه اعترضت وحصل مشادات ما بينها وما بين الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن هو كان عنده بعد نظر، وكان ده بعلم القيادات العامه، هم اللي طلبوا منه الوقف اطلاق النار. ولولا حائط الصواريخ ده ما كناش قدرنا نعبر في سنه 73، لان حائط الصواريخ هو اللي اتبنى عليه خطه العبور اساسا، ان احنا هنعبر ونتمركز ونبني رؤوس جسور على مسافه 12 كيلو اللي هو اخر مظله الدفاع الجوي. وكان حائط الصواريخ بيتكون من 132 كتيبه من صواريخ سام 2 وسام 3، بالاضافه لثلاث الويه من صواريخ سام 6، مع 3475 مدفع من المدافع المضاده للطيران، وكان بعمق 70 كيلو ما بين مدن القناه ومدن الدلتا، وكان في الاول بعمق 5 كيلو في عمق سيناء، وكان بمسافه 120 كيلومتر. ومع اكتمال حائط الصواريخ عزيزي المشاهد اعترفت اسرائيل انها اتهزمت في حرب الاستنزاف، وده اعتراف من عزرا وايزمان نفسه اللي احنا كنا بادئين بيه الحلقه اساسا، قال في كتابه اللي كان اسمه فوق اجنحه النسور ان حرب الاستنزاف هي اول هزيمه لاسرائيل من العرب وتحديدا من مصر. شوف عزيزي المشاهد، قلنا في اول الحلقه عزرا وايزمان قال ايه وفي الاخر قال ايه، واحنا بقى اللي هنقول اننا كده نهينا حلقتنا النهارده. ما تنساش تنزل تعمل لايك للحلقه، ولو لسه مش مشترك على القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش شعار الحلقه من فات قديم وتاه، واللي ملوش ماضي ملوش حاضر. وانزل في الكومنتات تحت عزيزي المشاهد قول لي ايه رايك في الحلقه وعاوز حلقات عن ايه كمان، ويلا عشان ما اطولش عليك اكتر من كده. سلام.